بسم الله الرحمن الرحيم. أيها النظار الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيات جريدة الجسور بالحدود المغربية الجزائرية. الآن معنا الأخ الاسم الكريم بكاي. السي البكاي. البكاي واش؟ مداح. البكاي مداح. البكاي مداح من الآن هذا المكان اللي حنا متواجدين فيه كيفاش سميتو؟ سميتو دوار الغلاليس. دوار الغلاليس. هذا دوار الغلاليس يعني هنا فين وقعت الجريمة ديال هذا الصباح؟ وقعت الجريمة تاع الاخ ديالي. الاخ ديالك هذا الصباح ضربوه العسكر الجزائري في هذه المنطقه، قلت لي في هذه الحدود هنا. هذا القدرون اللي كيبعد على المنزل ديالكم بحوالي 200 متر، وكيبعد على الشرطه، لان هذوك الديور اللي كنشوفهم الان هذوك الديور ديال الجزائر، وكيبعد على الشرطه بحوالي 200 متر. يعني القدرون جا في الوسط. يعني ضربوا الاخ ديالك. شحال كانت الساعه؟ كانت 10:04. 10:04. ضربوه بالقرطاس وهو في السياره ديالو من نوع 504. يعني شحال من رصاصه اللي ضربوه بها؟ تيراو عليه 3 رصاص، جوج قاسوه وحده ما قاسه، وحده قاسته اللودن، وحده ضربتها للكتف هنايا. اذا طلقوا عليه 3 ديال الرصاصات، وحده قاستو اللودن، وحده قاستو للكتاف. وهذا هو الاخ ديالك. هذا الاخ ديالك هو والبنت ديالو. للان راه في مستشفى الفارابي في قسم الانعاش كيستناو باش يقلعوا له الرصاصات. اذا علاش ضربوا هذا؟ واش مداري يضربوه ولا علاش ضربوه؟ شكون اللي ضربوه؟ ضربوه حراس الحدود تاع الجزائري. يعني هذا اللي ضربوه تقدر توصفوا لي؟ هذا العسكري طويل. شحال يكون عنده معام؟ 24 25. اقل من 25 سنه. طويل ورقيق وبيض. وقلت لي كانوا 3 تاع العسكر. كانوا 3 لقيت هذوك. هاد العسكر هذا قلت لك كيستعملوا مخدرات. كيحسبوا القرقوبي. اييه. السكر كيشربوا. اييه. كيتبان لهم كيتيروا في المغاربه. يتيروا في المغاربه. حسب الاتصال الهاتفي اللي درناه الصباح انت معنا مع بعض الاخوه الجزائريين. قالوا لنا ان جات اليوم شي دوريه جزائريه جاو تما عنده جاو اييه باش يسمعوا له. هو في حاله سراح كيخدام ما عنده والو. كيسمعوا له. الملاحظه الثانيه هي ان قلت لي البارح تيراو 5 رصاص. البارح تيراو فيكم 5 ديال الرصاصات. حنا كنا 17 واحد. 17 واحد يعني من سكان الدوار. واش كنتوا ديروا تما؟ حنا كنريحوا نقصروا. كتريحوا في هذا المكان يعني كتريحوا هنا قرب الطريق تما كتجتمعوا كتريحوا وضربوكم 5 ديال الرصاصات ومحوش لحد ما قاس حتى شي واحد. الحمد لله. لغينا الحراس الحدود ديالنا ما قاموش بالعمل. لا الحراس الحدود ديالنا جاو. يعني الحراس الحدود جاو وبقاو كيتمشاو في تما وكيديروا المجهودات ديالنا، لان ما عندهم ما يديروا. واش غادي هذوك 10 في عقل؟ واش غادي يضربوهم؟ ما يمكنش. حنا ناس سلمين ديال السلم. المغاربه معروفين بالسلم. هذوك الا ضربونا حنا ما غاش نديروا عليهم. اذا الحاجه الثانيه اللي هي كاينه هي ان من بعد ما قمنا بواحد الاتصال هاتفي مع دوك الناس اللي ساكنين هنا في الحدود، قال لهم علاش ضربت ذاك الاخر. قال لهم بغيت ننتقم. من الناس بغى ينتقم من الرايه اللي قال لك حرقوها وهما ما حرقوا لا رايه لا والو. يعني بغى ينتقم. قال كي حرقوا الرايه انا كنت المغربي لورمان قال لهم. اذا هذا من بعد حسب الشهاده ديالو هو اللي تيرا البارح. هو اللي تيرا البارح وتيرا اليوم ضرب خويا. اليوم ضرب خوك. الحمد لله على سلامته. كان غادي يقتلوا ديريكت. كان واحد الملاحظه اخرى اللي لاحظتوها انتم اليوم وقلتوها لنا، هي ان شحال كاين منزل هنا في الحدود المغرب الجزائريه، منازل الجزائريين كاين الفوق شي 170 حتى 200 دار. الفوق كاين 200 دار وهنا كاين شي 90 95 100. 95 حتى 100 دار. منين ضربوا الاخ ديالي كاع علقوا العلام. يعني مباشره بعد ما تلقاو الرصاص على الاخ ديالك واحد الساعه ولا جوج كلهم علقوا الرايه الجزائريه قدام باش يستفزوكم. جاو هزوا رايات ولاو علقوهم باش يستفزوا المغاربه. باللي حنا هما كلشي حنا ما على بالناش. اذا كما شفتوا الان اخوان النظار الكرام، راه معنا الاخ ديال الضحيه اللي هو اليوم في السبيطار الفارابي، ورحنا في المكان اللي وقعت فيه هذه الجريمه من الاخوه الجزائريين. نقول لهم اخوان كيف ما كان الحال هما اخوان، لان واخا واحد فيهم ولا جوج ولا 10 ولا 30 ما عندهم عقل، ما غاديش ناخذوا حنا الشعار ديال 10 في عقل او 10 في عقل. حنايا الحمد لله ربي كرمنا بالصبر وكرمنا يعني بالايمان وكنعرفوا وعاش الملك وعاش سيدنا عاش الملك. اذا هاد الاخوان كما قالنا الاخ من بعد اتصال هاتفي اللي قمنا به مع الاخ مع بعض السكان في الجزائر، قال لهم هذاك المجرم اللي تلقى الرصاص على المغاربه انه باغي ينتقم، باغي ينتقم من الرايه اللي داروها تمايا.
اذا كاين شي كلمه تزيدها لنا؟ ولا كاين شي كلمه، اخر كلمه تقولها لنا؟ ما كان قول لي، واش البارح ملي ضربوكم ب5 رصاصات يعني واش كنتوا واقفين، كنتوا جالسين؟ واقفين مريحين، نقصروا بيناتنا، نضل كنتوا غير قصارين. وشكون اللي ضربكم؟ هذا اللي ضرب خوك اليوم؟ ضربها كانوا 3 العسكر، كانوا ثلاثه اللي كانوا البارح هما اللي ضربوا اليوم. شربوا، كانوا يسكروا، اي كيناضوا قول المغاربه، وبقاو يتيروا على المغاربه، حرام يصيدوا الحلوف. اذا ايها النظار الكرام، بحال اللي كتشوفوا الان كما قالنا الاخ التحيه ان العسكر الجزائري البارح هاهما هنا. اييه، كي سميت هاد القشله ديالهم؟ تيزنافيت. هاد القشله هادي تيزنافيت، حنا غادي نشوفوها. هذا طلقوا 5 ديال الرصاصات البارح، وطلقوا اليوم 3 ديال الرصاصات، وقاسوا بها، وصابوا واحد فيها، يعني قاسوا واحد فيها. مع الاسف الشديد بهذا الكلام اللي ما مزيانش واللي ما كيعجبش واللي ماشي في المستوى، غادي نقول الى اللقاء ومع السلامه.